البرلمان مرورا بباب السفراء والأسوار التاريخية للرباط عبر شارعي مولاي الحسن ومحمد الخامس، ولكل محطة رمزيتها وحمولاتها التاريخية والوطنية التي ستظل شاهدة عن ماض مجيد وعريق للدولة المغربية وللحضارة المغربية العريقة الممتدة عبر التاريخ لأزيد من 12 قرنا من الزمن. هي حافلة بالعطاء الزاخر والإسهامات الجليلة والكبرى في الحضارات الإنسانية، قوامها التعايش والتلاقح والتحاور والأمن والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات. تاريخ مشرق ومجيد ممتد في الماضي كما في الحاضر، نعتز ونفتخر به جميعا جيلا بعد جيل. أيما اعتزاز وأيما افتخار في كنف الدولة العلوية الشريفة. فالاعتزاز بالانتماء للمغرب هو شعور وطني صادق، إحساس نابع من القلب، عماده حسن التربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، ويستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي التي تؤدي التحية الرسمية. لحظة من اللحظات الوطنية الصادقة تتجدد اليوم من خلال هذا الحدث البارز في مسار تقوية وتدعيم بناء مغرب ديمقراطي موحد. بمدخل تقدم للسلام على جلالة الملك حفظه الله رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والكاتبان العامان لمجلسي النواب والمستشارين. هي لحظة تاريخية في مسار تقوية وتدعيم وبناء مغرب ديمقراطي موحد منتج وتضامني متقدم ومنفتح. فطبقا لمقتضيات الفصل 65 من دستور المملكة، يتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية 11 للبرلمان، وهو الحدث الذي يتميز بالخطاب الملكي السامي الذي يوجهه العاهل الكريم بالمناسبة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. لقد حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دوما وبفضل رؤيته السديدة على إطلاق ورعاية إصلاحات وأوراش كبرى في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية. مبادرات تنموية واجتماعية كبرى تعكس الالتزام الراسخ والقوي والدائم لجلالة الملك حفظه الله بالعمل المستمر على خدمة المواطن وتحقيق الكرامة للجميع. ملكية مواطنة هي تعبير صادق عن ملك قريب من شعبه ينصت لانشغالاته
ويقود مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية، وهي تأكيد لروابط البيعة والولاء والوفاء الصادق بين العرش والشعب، ودعوة إلى الإسهام في بناء مغرب مزدهر، مغرب متقدم في ظل قيادة ملكية مواطنة تحت الشعار الخالد: الله، الوطن، الملك. والافتتاح الدستوري للسنة التشريعية الحالية يكتسي طابعا خاصا، كونه يصادف آخر سنة متبصرة وحكيمة. إصلاحات جعلت بلادنا سباقة إلى دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة وأدوار المجتمع المدني، وإصلاحات أخرى ساهمت في إغناء العمل البرلماني وعززت من استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد أكد جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة على الدور الحاسم الذي يجب أن يطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وهي رهانات ينبغي العمل جديا وبوطنية صادقة وإخلاص وتفان على كسبها، خاصة في ظل ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة سيكون لها بالغ الأثر والوقع الكبير على المدى القريب والمتوسط والبعيد في مسار التنمية والتطور والازدهار. مرحلة تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي يطمح له كل المغاربة، مما يساهم بشكل فعال في السمو بالعمل البرلماني ونشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار. وهي دعوة متجددة للأحزاب السياسية إلى الإعلاء من شأن العمل السياسي النبيل وتجديد أساليب وآليات اشتغالها واستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي والتفاعل والتجاوب الدائم مع انشغالات وتطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية. هي مناسبة لتذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني والانخراط الفاعل والإيجابي لكل القوى الحية والسياسية والمنتخبة من أجل العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين في طرح ومعالجة القضايا الكبرى التي تحظى بانشغال واهتمام المواطنين وتسريع وتيرة إخراج هذه الملفات بشكل ناجع وعميق، وفي مقدمتها تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وملفات إصلاحية هامة تحظى بالاهتمام كالتعليم والصحة والتشغيل والاستثمار
وحكامة مناخ الأعمال. بعد لحظات يلتحق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقبة البرلمان، حيث سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذانا بانطلاق سنة تشريعية جديدة من العمل البرلماني والتشريعي والسياسي ببلادنا. ودخول سياسي يكتسي طابعا خاصا كونه يصادف آخر سنة من الولاية التشريعية التي تسبق انتخابات 2026 المتعلقة بمجلس النواب، وهي الاستحقاقات التي تعد محطة أخرى في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز البناء المؤسساتي بالمملكة. هي محطة تشريعية تشكل فرصة لتجديد التعبئة حول القضايا الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية وما تفرضه المكتسبات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله على البرلمان من مواصلة الانخراط بفعالية وإيجابية ونجاعة ضمن هذا المسلسل، دفاعا عن الوحدة الترابية وتعزيزا للاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، وبجدية وواقعية ووجاهة مقترح الحكم الذاتي. وبفضل هذه المكتسبات على جميع المجالات والميادين الدبلوماسية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أكثر من عقدين من العمل الدؤوب، تمكن المغرب من ترسيخ موقعه كدولة تسير بثبات نحو التحديث والعصرنة، تجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه سنة التشريع الأخيرة لمجلس النواب من الولاية الحالية، وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية. كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية. ولأن السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ندعوكم لتكريسها للعمل بروح الجدية والمسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا المواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا. وفي نفس السياق ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة. وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم معشر البرلمانيين لأنكم تمثلون المواطنين. وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني وكل قوى الحياة للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهي كما تعلمون من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله تفتح الباب من خلال الديناميات التي أطلقناها أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما نأمل على استفادة الجميع من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لذلك نعتبر أن مستوى التنمية المحلية والمرآة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته. فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، إنما نعتبرها توجها استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية. لذا فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع طاقاته. التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يتطلب تغييرا ملموسا في التعليقات في العقليات وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية. لذلك ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهناها للحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص
بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وبتأهيل الترابي. وفي هذا الصدد ندعو الجميع كل من موقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودة الاستثمار العمومي. وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: أولا، إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصيتها وطبيعة حاجيتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومؤهلاتها الكثيرة. ثانيا، التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها كبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثا، توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها آلية ملائمة لتدبير التوسع الحضري والتخفيف من آثاره السلبية. ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك أن تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة تبعة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى الثقة الموضوعة فيكم وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سيداتي وسادتي، بعد الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى البرلمان بمجلسيه، نعود إلى استديوهاتنا المركزية بالرباط على أمل أن نعود بعد قليل لنقل باقي وقائع هذه المراسيم.